السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آه، احنا معانا حالة النهاردة. يعني أولا قبل أي حاجة احنا جايين هنا بنصور بناء على رغبة الحالة. انتي موافقة يا خيرية انك تصوري؟ تمام. وبناء على رغبة أهلها كمان. الفكرة كلها ان أختنا دي تعرضت لضرب مبرح جدا وعاهات مستديمة هتكمل بيها عمرها كلها، واستئصال جزء كبير جدا من جسمها زي الطحال وجرح في الكبد وجرح في الكلى وتغيير عدسات عينيها. حاجات كتير جدا مرت بيها الأخت خيرية. بقى لها فترة كبيرة جدا بتعاني. كام سنة؟ 11 سنة جواز. 11 سنة فيهم كل الضرب والإهانة والبهدلة دي. كل ما يجي من سفر يضربك ويأذيكي الأذى ده. وصل الحال بإيه؟ آخر حادثة كانت إيه؟ شلت الطحال كله؟ استخلصتيه كله؟ ومخيط الكلى، وما عدتش بعرف اخد نفسي زي اي بني ادم وحش. ما عدتش مع نفسي اصلا. 11 سنة تعذيب وترهيب وضرب وقمع حرفيا، يعني أذى محدش يتحمله. انتي لسه خارجة من المستشفى امتى؟ امبارح خارجة من المستشفى امبارح. قعدتي كام يوم في المستشفى؟ خدت 7 ايام في العناية المركزة. 7 أيام في العناية المركزة. حالة كانت خطيرة جدا. الحمد لله اللي ربنا عطاني العمر تاني. الحمد لله. احنا طبعا بنشكر مستشفى برج البرولس ان هي يعني استقبلت الحالة وعملوا لها اللازم. الحالة كانت صعبة جدا جدا. الحالة كان في نزيف داخلي ونزيف كمان خارجي، صح؟ واستأصلت جزء كبير، استأصلت الطحال كله وقطع في الكلى وقطع في الكبد وما أثروش معاها في أي حاجة. عملها كل اللازم، ولكن للأسف الحالة يعني زي ما انتوا شايفين. خيرية، عايزاكي تحكي بقى، احكي لنا كل حاجة حصلت لك لحد اليوم ده. يعني ايه اللي خلى الشخص ده يعمل فيكي كده، وانتي ايه اللي خلاكي تصبري اصلا كل الصبر ده؟ يعني احكي بقى. يعني انا اول ما اتجوزت اه. كنت بخاف اقعده في قعدة. اه. كل لما اجي هنا او جاي ساعة ما يحكم ان هو يقعد في جلسة او كده كنت اهرب واروح عنده. اه. تقعد عشان عيالي، عشان خاطر اكل واشرب واخد مع عيالي مش خالص. كل مرة يطلع وبانا وانضرب بالعقدة ديت وكان متبهدلة اكتر من كده اه. واجريله تاني. هو مش مشكلة عشان خاطر عيالي، بس النبات خلاص بقى تعبت. تعبت في خدمتي في الديور، تعبت في خدمتي عشان بنته، تعبت ان بنته عندها حالة نفسية، بنته عندها حالة نفسية. حول ولا قوة إلا بالله. بنتك نفسيتها تعبانة من اللي بتشوفه طبعا. بنتي متحولة أصلا لدكتور نفساني. عندي ابني عنده كهرباء على المخ. قبل كده أصلا رمضان اللي عدى كان ضربه بالقلم على ودنه وخرم له طبلة ودنه. يعني كمان العنف ده بيمارس على الولاد كمان؟ يعني بيضرب الولاد وبيأذيكي كل ده ليه؟ يعني ليه؟ هو مريض؟ مش سوي؟ مش كويس؟ مش واعي؟ مش عارفة. بس أنا قلت له كم مرة، قلت له لو عايز تتجوز اتجوز، بس خليني قاعدة معايا ومع عيالك بس وخلاص، مش عايزة أكتر من كده. يعني كل همك ان انت كنت تعيشي وخلاص وتربي ولادك بس، وكنتي مستحمله كل الاذى ده. الحادثه بتاعت عينيكي بقى، قولي انت عينك عامله فيها ايه؟ عينيكي الاتنين؟ أنا زرع عدسات فيا. الاتنين زرع فيهم عدسات؟ هي في جمعية الأورمون. عاملاهم في جمعيه الأورمون. ايه اللي حصل في الحوار ده؟ يعني هو أصلا أنا عملتها هو مشى معايا، ممشيش معايا. مين السبب في الحوار ده؟ جوزي برضو هو؟ ضربني على دماغي. اه. كل ما بيضربني في حتة ما متأثرش بيها حاجة، اه. عشان خاطر ان انا ما يبانش عليها حاجة. ولحد ما جاني دكتور ان الشبكة تخلص. ضربك على دماغك؟ يعني من كتر الضرب على الدماغ باستمرار الضغط بتاع العين اتأثر، الحمد لله. فشلتي عدسات الاتنين غيرتيهم؟ مركبة زرع عدسات فيا. للاتنين؟ لعينيكي الاتنين؟ ايوه مم. الحمد لله. طب وكان ما كانش مرة مثلا قالك ما تزعليش، انا ما كانش بيبقى قصدي ولا اي أكبر حاجة؟ مرة ما بيخلي ما تزعل. طب واهله كانوا مثلا بيراجعوه على غلطه ده؟
معرفش، بس هو مفيش حد عندهم بيتراجع علشان هو ملهمش كبير في بيتهم أصلا. مم. عشان هما لو لهم بيت كبير ما كانش حد عامل. هو مثلا معهوش فلوس، ما بيشتغلش، ظروفه المادية وحشة؟ لا، ظروف كويس. هو في السعودية ريس وشغال، يعني بياخد حسابية، بس أنا عمري ما أعرف عنه هو بيجيب كام ولا بيجيب. نفسي أقعد معاه كده وأقول له كلمني زي أي واحدة بتتكلم معاه، بس بتعمل أيه وبتخلي أيه، كل حاجة بتخصكيش. يعني ضرب وإهانة وتقصير في حقك المادي والشرعي كمان. نفسي يعاملني كأني واحدة كده، مفيش الكلام ده، مفيش. ذلني، كسرني، نفسي أعمل نسوان أخوات. انتي الضرب اللي تعرضتي له والأذى ده اللي يعني اللي ما حدش يستحمله عموما يعني. لما لو هو الراجل ده دلوقتي قدامك هتقولي له ايه؟ اعتبريه هو قدامك دلوقتي، هتقولي له ايه؟ أنا عايزاه يطلع بس حاجة كده من جسمه وأشوفه هو هيعرف ياخد نفسه كده زي ما أنا باخد نفسي كده. أنا عايزة بس حق ربنا يجيبهولي والناس تجيبهولي بس. عايزة ايه؟ أنا عايزة الناس تجيب له حقه بالناس، بس مش بكرامة إن أنا إذا كسرت إخواتي كسرتهم. أنا فعلا كسرت إخواتي وما كنتش أعرف إن أنا ورايا سند كبير كده. أنا بجد والله ما أعرف قيمة إخواتي، ولا أم ولا أبو. بجد أنا عرفت إن قيمة الأم والأب والإخوات ده حاجة كبيرة، أنا اللي كسرت فيهم. كنت بجري واروح لهم واقول اشتري، وهو مش مشكلة، أهلي ده اللي مش مشكلة عندي، بس حسب الله ونعم الوكيل. بسم الله ونعم الوكيل. طيب اهدي اهدي اهدي، خدي من ايدينا. حسب الله ونعم الوكيل، حسب الله ونعم الوكيل، حسب الله ونعم الوكيل. عشان كان نفسي أقعد في وسط عيالي وأكلمهم، نفسي أشوف بنتي. دلوقتي ده أنا هم حابسينها من المدرسة، ليه؟ حابسينها من المدرسة، حاطين عليها البيت عشان ما تكلمش حد. حرام عليهم. مانعين بنتك من تروح المدرسة؟ أيوة ليه كده؟ حابسينها خالص. حابسينها اصلا متطلعش بره خالص؟ عشان هي أصلا كانت واقفة معايا يوم هو كان ضارب، هي اللي حايشة. كانت شاهدة على الواقعة كلها. وأنا مش هسيب حق أخواتي اللي انضربوا في بر رجال، عشان خاطر إبراهيم اللي ضرب أختي عشان راح تجيب لي الفيزا، ضربها ليا. فيزة ايه بقى اللي متاخدة منك؟ الفيزا بتاعتي دي بتاعت الخدمات المتكاملة، لما عملت عملية عيني أخش أي مستشفى لما أجي أكشف ولا أعمل حاجة ما ياخدوش مني التكلفات ولا أي حاجة. خدها مني. ليه شالوا الفيزا؟ ما رضوش أصلا يديها لك ليه؟ حاجتي من بيتي كلها انسرقت، كل حاجة انسرقت من بيتي، كل حاجة. أختي راحت تقول لا، أنا بقول لأختي على مكان في حاجة هناك خصوصيتي هناك ملقتهاش. حاجتك انت. حاجتي من هو من ضمنها الفيزا بتاعت الخدمات اللي انت كل بتتعالجي حاجة بيها. ولا مني. ما المفتاح معاهم، هما مش معايا. ما جبتيش ولادك ليه؟ مش عارف، أنا مش هما عارفة ما رضوش يدوكم الولاد؟ اه. أنا مش عارفة أخد بس هي النفس. نفسها تشوف التاني، حسب الله ونعم الوكيل، حسب فاحنا محتاسين بيها ومش عارفين. حسب الله يعني ونعم هي طلبت تشوف بنتها ما رضوش يدوها البنت؟ احنا طالبينها امبارح، ما حدش الله. لسه لحد الآن جاب حاجة. كم يوم مش راضيين يجيبوا. بتخيل على فكرة، أنا عايزة أقول لك على حاجة، إن هو أصلا من ساعة ما عزلني كان قال لي حاجة عزلك من مين؟ من أمي. اه. قال لي يا تختاريني يا تختاريني، حسسني إن أنا مش واحدة خالص. والله العظيم ما أنا حاسة إن أنا واحدة. وعلى فكرة أنا اتطلقت منه 3 أشهر. طلقك قبل كده؟ اتطلقت ووالدتي وأخويا واخدوني من البيت، مرضتش. أمي قالت لي تعالي، قلت لها مش طالعة. خدت 3 شهور في قلب بيته وهو كان بياكل ويشرب. ولما رحنا للمأذون الشيخ قال لي هو انت لو حامل في ولد الطلقة مش هت يوم ما طلع لي حماتي راحت لواحدة جارتنا قالت لي ده طلع لها في الحرم. والله قالت لي يعني هو طلقك وردك
وجوزي جاي الساعة 10 بالليل، بقول له انت جاي تعمل ايه؟ جاي اصلا مسلمش عليا ولا كلمة، وجاي يقول لي ده انا جاي عشان خاطر الفضيحة. قلت له فضيحة ايه؟ قال لي امي بتقول له احنا هناك عشان خاطر ما يقولوش انت نايم عند امك. يعني هو اصلا كان بيسيبك اصلا وياكل عند والدته مبياكلش معايا وما بياكلش معاكم ولا له دعوة بيكم اصلا؟ ولا نفسه جاب عيلة كده، ولا نفسه جاب لعيلة حاجة حلوة، ولا أي حاجة. خاطرنا وخاطر بنت وخاطر عيال. طب أنا اللي عليك بجيب لبس نفسيا. العيد، أنا اللي عليا، أنا عليا دين الدنيا في الحتة اللي هما فيها. لو أنا بكدب يقولوا